السلام عليكم يا شباب، معاكم أدهم عصام، كلية علوم جامعة القاهرة في فرقة تانية. طبعا النهاردة هنتكلم عن موقع لطيف كده هيفيدنا ساعة زنقة العيال فاينلز، لما يطلب مننا نذاكر 5000 ألف سلايد في يوم واحد ونروح نمتحن عليهم. طبعا الكم ده بيبقى كم مهول، أو مثلا لو حد حابب إن هو يذاكر أول بأول ومش عارف يتعامل مع الكم كله مع ضغط باقي المواد. ده أوكي، يعني إيه الحل بقى؟ يعني إحنا هنعمل إيه؟ بصراحة أنا لقيت موقع لطيف كده على لينكد إن، كان حد بيتكلم عليه اسمه نوت بوك إن إم. تعالوا ندخل عليه. هو تاني واحد ده. الموقع ده فايدته إن هو بيلخص لك النقط المهمة في المحاضرة بتاعتك. مثلا لو أنت محاضرة كبيرة قوي فهو بيلخص لك النقط المهمة، وكمان بيديك يعني زي أسئلة تحلها أو جايد لاين تمشي عليه. الكلام ده كله هنكتشفه سوا مع بعض. أوكي، أنت فتحت الموقع أهو. أول حاجة هتعمل ساين إن بالأكونت بتاعك عادي. بعد ما عملت ساين ان هتعمل كرييت نيو وتعمل ابلود للفايل بتاعك. اوكي، مثلا عملت ابلود لمحاضره بتتكلم عن جورج اباريتوس وسيتوسكريت. اوكي، فتحنا اهو. طبعا اول حاجه احنا هنتعرف عن يعني الواجهه اللي احنا شايفينها قدامنا دي السورسز. هنعرف لما نشتغل قدام ايه هي. ده الشات اللي انت ممكن تطلب منه يعمل لك اي حاجه فيه. وده الاستوديو ده ايه؟ الاستوديو ده مثلا بيعمل لك هنا بريفنج للدوكيمنت، يعني هو بيلخص لك الدوكيمنت في نقط مهمه. وده الاستادي جايد اللي انا قلت عليه، ان هو بيقول لك ازاي تذاكر المحاضره او بيديك النوتس المهمه. تمام. ال FAQ ده انا مش عارف صح هو بيعمل ايه، والتايم لاين نفس الكلام اللي انا ما فهمتهمش. بس هنجرب سوا. اهم حاجه بقى يعني الميزه الحلوه فيه ان هو بيقول لك اعمل اوديو. طب الاوديو ده عباره عن ايه؟ هما عباره عن اتنين اجانب، واحده ست وواحد راجل، قاعدين بيتكلموا مع بعض. اكيد مش بيتكلموا مع بعض مع حاجه تافهه يعني، لا بيتكلموا عن المحاضره، يعني بيلخصوها لك كده كانك قاعد بتسمع بودكاست. وقاعد تسمع بودكاست وبيلخص لك النقط المهمة منه، ان انت بتطور الانجليش بتاعك، وان انت عمال تحسن الليسننج بتاعك في الكلمات. تمام. وكمان انت عمال تسمع بدل ما انت مثلا ممكن بتمل من البي دي اف والسلايدز الكتير. فانت ممكن تبقى قاعد بتسمع ومع السلايد وهتفهم وهتجمع. اوكي. طب تعالوا بقى نبدأ نشوف، مثلا ندوس مثلا على ايه بريفرنج دوكيمنت نشوف هيعمل ايه. اول حاجة هيعمل جنريتنج، هيحمل اللي هو عايز يعمله. فهنستناه. اه كده هو جهزه هو على طول، مش بيتأخر يعني. تعال نشوف بقى هو عبارة عن ايه. اهو شايفين هو بيتكلم عن، يعني هو ملخص لك جورج ابريتوس بيعمل ايه. ايه هي الفانكشن بتاعته مثلا برو ريفليشن، او بيعمل بروسيسنج اند ريكونسيليشن، وبيشرح لك نوتس مهمة كده بتحصل. التارجتنج والاذر كي فانكشنز. ايا كان بقى يعني انتوا ايه المجال بتاعكم. فده كده ملخص المحاضرة في قد ايه. مثلا المحاضرة 36 سلايد ولا حاجة، هو ملخصها لك اهو. كام بوينت بسيطة هتسهل عليك المذاكرة. اوكي. تعال بقى ندخل على الستادي جايد نشوف هو يعمل ايه. كمان يعني انت ممكن اهو تقول له اعمل لي convert to source. هيجيب لك السورس اللي هو جاب منه الكلام، سواء بقى ان هو بحث في المحاضرة، ماشي، او ان هو استخدم النت، استخدم المحرك بتاعهم عشان يجيب سامري ويجيب النوتس المهمة. هو ده السورس اللي هو جاب منه الكلام. اوكي. كده خلصنا البريفنج دوكيمنت. ندخل على الستادي جايد. بصوا هو عامل ايه، زي اسئله عليها اجابات. تمام. with a question glossary of key و scientific terms، دي بتبقى مهمه الدكاتره بتحب تجيبها قوي. تمام. فهو بيلخص لك يعني المحاضره، وكان بيعمل لك اسئله. دي مثلا اسئله مقال ريتن وساينتفك تيرم وحاجات كده وتعريفات والكلام ده كله. طب احنا عايزين ام سي كيو. هنقول له make MCQ questions عادي around مثلا 30 سؤال. ونقول له كمان حط الانسرز بتوعهم. answers in a PDF. فهو هنا هيعمل MCQ questions 30 سؤال او ايه ثانية. they don't contain information that could be used to generate 30. اوكي خلاص، هو هنا ما عرفش ان هو يقرا او يعمل اسئلة عن الحتة دي. انا كنت مجهز يعني حاجة تانية، يعني الجيش قالك اتصرف. فمثلا اهو دي مثلا 30 سؤال
multiple choice عن ايه؟ عن endoplasmic reticulum اللي هي الاي ار. فهو جايب اسئله كتيره هي عليها، وكمان قلت له في الاول في الاخر حط الاجابات بتاعتها. فين بقى الاجابات بتاعتها؟ نعمل convert source مثلا، او الاجابات بتاعتها كنت كاتبها في مسج يعني. anyway يعني انت ممكن تطلب منه عادي الحاجه وهو يعملها لك في PDF ويحط لك الاجابات بتاعتها وكل حاجه تمام. طب خلاص بقى عشان الريكورد ما يطولش، ادي كده الريكورد جاهز اهو. ايه بقى يعني، تعالوا نسمع مثلا 30 ثانيه منه. Welcome back, everyone, for another. The Golgi actually modify proteins. Ah, yes, protein modification. So there's this process called glycosylation. Glycosylation? Sounds complicated, but think of it like decorating a cake. Okay, I like that. You're adding these sugar chains to proteins, which we call glycans. Instead of frosting. Exactly. These sugar decorations are super important, though. Not just for looks. No, they actually influence the protein's shape and stability and how it interacts with other molecules. So, are all proteins decorated the same? Oh, no, definitely not. Each وده كده كان نبذة بسيطة عن الموقع، عن اللي هو بيعمله من تلخيصات، وإن هو يعمل لك أسئلة سواء بقى MCQ أو يعمل لك أسئلة مثلا scientific term أو أسئلة مقالي. تمام. وكمان ده الريكورد اللي أنا اتكلمت عليه إن هو بيكون ما بين اتنين، والاتنين دول بيلخصوا المحاضرة كأنك قاعد تسمع بودكاست. فبصراحة يعني الموقع تحفة. يعني أنا عن نفسي أنا هجربه الترم التاني مع السلايدات الكتير اللي احنا هنعيش فيها. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واتمنى ان انتوا تتابعوا السلسله بتاعت ال AI tools، ان يعني ده نبذه بسيطه عن اللي بيحصل في السلسله. وبالتوفيق يا رب.